الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سأتناول مع إخواني إن شاء الله تبارك وتعالى حديثا حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نحدثكم إن شاء الله حول قضية مهمة جدا، ألا وهي بداية خلق الكون من المنظور الفيزياء أو الفيزياء الفلكية الذي يصطلح عليه بعلم الكوسمولوجيا، يعني دراسة علم الكون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فكلمة لموسعون تفيد لغة الاستمرارية في توسع هذه السماء، فكل ما علانا فهو سماء كما هو عند علماء اللغة، فكل ما علانا هو سماء. وفي قوله تعالى سابق الذكر وإنا لموسعون، فالكلمة تفيد أن هذا الكون في حالة اتساع، وهذا ما أثبته علماء الفلك، وخاصة عالم الفلك الأمريكي الشهير إدوين هابل سنة 1929. في هذاك الوقت إدوين هابل اتصل بألبرت إينشتاين وقال له راني نشوف في التلسكوب باللي النجوم في السماء، يعني في الليل، يعني هو يرصد الأمر هذا في الليل. قال له راني نشوف النجوم الطيف نتاعها ينزاح نحو الأحمر، أو يسميوه الانزياح نحو الأحمر، كما يسموها باللغة الإنجليزية ريد شيفت، يعني الانزياح نحو الأحمر. وقال له بأن هذا يدل بأن الانزياح الأحمر يدل بأن النجوم تتباعد عن بعضها البعض في المجرات، وهنا عرف بأن المجرات في حالة تباعد، إذن الكون راه في حالة اتساع.
يجي يقول أحد العلماء نتاع الفلك اللي هو روبرت جاسرو. روبرت جاسرو هذا عالم فلك كبير. يقول في الكتاب نتاعو The Case for the Existence of God في الصفحة 32 حتى للصفحة 33، يعني صفحة واحدة page 32 33. يقول يفضل العلماء التطوريون الكون الأزلي، يعني يقصد بالكون الأزلي يعني الكون اللي ما عندوش بداية، يعني كون أزلي. يقول لأن فكرة عالم له بداية ونهاية جعلهم يشعرون بعدم الارتياح، وهو يقصد هنا بعلماء التطور. يجي أيضا عالم الفيزياء المقعد اللي توفي منذ سنوات اللي هو ستيفن هوكينج، هذا الفيزيائي البريطاني الشهير. يجي يقول في الكتاب نتاعو بريف هيستوري اوف تايم، يعني تاريخ موجز للزمن. يقول قبل عام 1970 علماء الفلك أدركوا أن للكون بداية، إلى أنهم لم يفهموا إلا القليل حول كيفية بداية الكون. يقول ولكن جاء اثنان من علماء الفيزياء، يقصد روحه هو ستيفن هوكينج وزميله في نفس الجامعة، جامعة كامبريدج، اللي هو روجر بيرنروز. يقول وتوصلنا إلى أول نظرية عن الزمكان وفقا لنظرية النسبية العامة تاع ألبرت أينشتاين. النظرية أثبتت أنه وفق النسبية العامة بأن الكون يتوسع وبأن الكون له بداية، وهذا يشير إشارة قاطعة إلى قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وهنا نشوف بأنه القرآن سبق العلماء نتاع الفلك حول قضية التوسع نتاع الكون. في الحلقة هذه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، هي الحلقة الأولى إن شاء الله، سوف نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات المقبلة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله